نرحب بكم جميعا بحضوركم اتحاد مثقفي رجباء كردستان. اليوم لدينا محاضرة ضمن سلسلة من اللقاءات مع شخصيات ومفكرين ومحللين سياسيين ورؤساء أحزاب. وحتى نبدأ بذلك أجد من المفيد بل من الضروري الإضاءة على حقبة مهمة من حياة السوريين بدأت منذ فجر الجلاء. وطبعا أنا عم بحكي فجر الجلاء لأنه عمليا ما كان استقلال، يعني استقلال السوريين 17 نيسان 1946 لم يكن منجزا، كان جلاء القوات الفرنسية من الشرق. طبعا دعونا هنا أن نضع مؤشرا على بداية أزمة بنيوية خانقة أصابت المجتمع السوري. يعني قصة ماي 2011 بديناها، قصة قديمة متجذرة في التاريخ، بدايتها كانت 1958 نحن ماشيين. مادة وأقصد هون مادة 3 التي فرقت بين السوريين على أساس الدين، حيث جعل الدين رئيس الدولة الإسلام. طبعا هنا يعقبنا أن نسأل أي إسلام؟ مع احترامي لحضرة الشيخ نور. يعني أنتم بتقولوا والله رئيس الدولة الإسلامية الأسلام داعش كان في هذا الإسلام. نرجو أن يكون أساسه الإبراج الديمقراطي عنها. طبعا بدي أحكي هون بالأخير نحن ننظر كحزب لتجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا على أنها تجربة يمكن أن تكون رائدة في المنطقة، ويمكن أن تقدم الأجوبة على تساؤلات كثيرة للسوريين، وأن تكون داعمة للمشروع الديمقراطي في سوريا ورافعة له. هذه التجربة التي مضى عليها 9 أعوام ندرك بأن قوتها ستكون في جمع السوريين. قادر هذا المجموع يضم السوريين ضمنه هو يعني مصدر غنى له ومصدر قوة. والسوريين الآخرين يعني لا تتصوروا أنه هم بعيدين عن هذا المشروع، لا هم بعيدين، لكن بدهم أجوبة واضحة على بعض التساؤلات المحقة اللي ممكن خلال يعني حوارات مثل هاي انه يكون في اجوبه عليها ويصلوا لهي